من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الإنسان عامل خطأ معك، ما ضروري تقول عنه كذا وتنزل بتشهر فيه وتنزل من قيمته أمام الناس وإلى ما هنالك. ما يجوز، تستر عليه. لو واحد معنا هلا في المسجد نعرفه من أهل الصلاة ومن أهل ما شاء الله الخير، فرحت لبلدة من البلدات فشفته عم يشرب خمر أو مصاحب وحدة، ماذا أفعل؟ ماذا تفعلون؟ المغتاب يرجع بينشر عرضه، شفت فلان وعمل كذا، وهذا محاسب يوم القيامة. طب إيش الواجب عليه؟ الواجب أنك تستر عليه. أول أمرين، الأمر الأول تنصحه، أن تنصحه وتذكره بالله. الأمر الثاني أن تستر عليه. ما بصير تتكلم. اليوم قديش الزوج وزوجته بيغتابوا الناس، خاصة على الجيران. الله أكبر، من حيث لا نشعر نقع في الغيبة. طب يعني ما نتكلم أبدا، يعني ما نذكر أحد بالعيب اللي فيه؟ لا، في مواضع يباح فيها الغيبة. القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومحذر ومعرف ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. 6 مواضع. كيف متظلم ومستفتي ومحذر ومعرف؟ يعني مثلا واحد راعي المحكمة يجوز له أن يذكر الشخص اللي جاي يشتكي عليه بما فيه، فلان ظلمني. المرأة عم تشتكي على زوجها بخيل، هي غيبة، لكن في هذا الموضع تجوز أمام مين؟ القاضي، لأنه في مصلحة. مستفتن، أنت رايح عند الشيخ عم تشتكي على عمك، عم تشتكي على فلان كذا كذا وتذكر ما فيه، هذا لمصلحة. فلان ما معروف إلا بهاللقب، يعني إذا قلت لك عبد الله، لك خالد، مين خالد؟ لك يا أخي الأعرج، تمام؟ يعني معروف بهذا اللقب، لكن لا نقول هذا اللقب على سبيل التنقص، وإنما على سبيل التعريف فقط. أما تنقص صرنا بغيبة وحرام. إزالة منكر وأمر معروف، مثلا شفت فلان شخص من الشباب تعرفه أنت طيب، من عيلة طيبة، بيمشي مع الشباب بيشربوا مخدرات، فأنا بروح لعند أبوه لهذا الشخص بقول له ترى فلان وفلان هذول بيشرب مخدرات، هذا جائز لمصلحة. إجاك رجل عم يقول لك شو رأيك بفلان؟ أنا إجاني بده يتزوج بنتي، ما رأيك؟ أنت بتعرفه لهالشخص مثلا عاطل يفعل كذا وكذا، تذكر له ما فيه وتذكر له ما فيه من صفات الصلاح أيضا، هذا كله جائز. أما ما عدا ذلك يا أخوان فلنتق الله تبارك وتعالى.